السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم فكرتي. الفكرة ديال اليوم اللي هي قديمة جديدة، حلوة ديال التمر الغنية عن التعريف، محبوبة المغاربة. بوصفة سهلة وبسيطة، الوصفة القديمة ديال الأمهات ديالنا. جبتها لكم اليوم نشاركها معكم، كتجي زوينة بزاف، رطيبة وهشيشة وبكمية وفيرة ما شاء الله. وغادي نوريكم كذلك في هذا الفيديو كيفاش تنسموا التمر ديالكم، سواء خدمتوا التمر العادي او اللي كيكون كيتباع جاهز، كيفاش تنسموه باش كيجي لذيذ بزاف في هذه الحلوه ديال التمر. بقاو معنا حتى للاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. ما شاء الله هاد العجنه هذه ولا هاد الحلوه اللي غنصاوب معكم هذا النهار كتجي كميه وفيره. ممكن نتوما تاخذوا غير نص ديال المقادير اللي غنعطيكم دابا وتخدموا الحلوه ديالكم الا كنتوا بغيتوا كميه اقل. في البداية كنت كنصور هذا الفيديو باش نحط لكم على شكل فيديو قصير، فلقيت انني ما باش نحط لكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوها، فقررت انني نحطه على شكل فيديو طويل، ولو انه مصور على شكل ستوري. فضغطوا على الفيديو باش تفرجوا في شاشة كاملة. ما تنسونيش اخواتي من لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد الفيديوهات، وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. بقية فرجة ممتعة والسلام عليكم. نبداو في الوصفة على بركة الله. خديت هنايا 250 غرام ديال الزبدة، ممكن ديروا زبدة حيوانية، مهم ما تستعملوش الزبدة الخاصة بالطوراق، كتجي ماشي زوينة في هذه الحلوة. خديت هنا قبيصة ديال الملح لتصحيح الذوق، كيس ديال الفاني او ممكن ديروا كيس ديال زهرة البرتقال. خديت هنايا كأس ونصف ديال السكر كلاصي، ممكن تنقصوا الحلاوة الا بغيتوا ديروا غير كأس واحد. كنخلطوهم مزيان وكنضيفوا عليهم كأس ونصف ديال الزيت، الكأس بالعبار ديال العنبة. الا كنتو درتو الزبده الحيوانيه كتنقصوا كميه الزيت، كديروا كأس وربع. صافي غادي نخدموها مزيان حتى كتولي على هذا الشكل هذا بحال البوماد. كنحاول نختصر في الفيديو. وكنضيفوا 3 البيضات بحراره المطبخ. صافي هنايا اخواتي غادي تخدموا البيض مزيان مع باقي المقادير اللي درنا في الاول حتى كيوليو بحال الكريمه هكذا كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيفوا باقي المقادير. غادي ناخدو هنايا كيس ونصف ديال خميرة الحلويات. ما تخافوش، واخا درنا الخميرة ديال الحلويات فكتبقى الحلوة قابطة الفورمه ديالها كيف ما وريتكم في بداية الفيديو. وهنايا اخواتي ضيفوا واحد الكمية ديال الدقيق الخاص بالحلويات وخدموها مع باقي المقادير. وغادي نضيف واحد المكون اللي كيعطي لهاد الحلوه هذه اللذه وكيعطيها كذلك الهشاشه وكتكون رطيبه. استعملت هنايا علبه صغيره ديال الياغورت بنكهه الفاني. الا ما توفرتش هاد الصغيره ممكن ديروا نصف العلبه الكبيره. كنجمعوا العجين ديالنا باطراف الاصابع، ما كندلكوهاش، وكنحطوها على جنب. بالنسبه للحشوه ديال الحلوه او عجينه التمر، خديت هنايا كيلو ديال التمر، قلعت ليه النواه ديالو وفورته عادي. كيجيني الطعم ديال هاد التمر العادي كيجيني احسن في المذاق، وحتى ملي كتعضيه هكا كيكون رطب. الا ما كانش متوفر هذا ولا ما بغيتوش ممكن تستعملوا الجاهز، غيكون نوعيه جيده باش تجي الحلوه ديالتكم لذيذه. صافي بعد ما فورته هنايا غير شويه، اصلا هو كان رطب. غادي نحطه في واحد الاناء وهو هكا سخون. خدموه مزيان مزيان حتى كنتحصلوا على عجينه التمر كتكون لينه ورطبه. وبطبيعه الحال الا ما بغيتوش هاد المراحل كلها غادي تاخذوا التمر جاهز. هنايا صافي تحصلت على القوام اللي بغيتو ديال التمر. غادي نضيفوا الاضافات للتنسيم. غادي نضيف هنايا نصف ملعقه ديال القرفه، ممكن تزيدوا ولا تنقصوا حسب الرغبه. وغادي نضيف القليل من ماء الزهر، الا كان التمر رطب بزاف ممكن تضيفوا سكر زهره البرتقال. وملعقه كبيره ديال الزبده. وغادي نخدموا العناصر مزيان. وغنضيفوا كاضافه ملعقتين كبار ديال الجوز اولا الكركاع مهرمشين، ممكن تعوضوه بالزنجلان. صافي غادي ندخلوهم في بعضياتهم وغادي تكون النتيجة كيف ما كتشوفوا. كناخد العجينة ديال التمر كنديرها حربول كيف ما كتشوفوا، كنبقى نقطعها بالتساوي. من بعد كنديرها على هذا الشكل. وطبعا بالاستعانة بالوالدة ديالتي الله يخليها ليا، هي اللي كتنقش ليا هاد الحلوة هادي كل سنة. الله يخلي لكم امهات ديالكم حتى نتوما. هذه الطريقة ديال ماما وكيفاش كتنقش الحلوة ديال التمر، وغادي نوريكم انا كيفاش كنديرها. وانتوما غادي تحكموا شكون اللي جات احسن، واش ديالتي ولا ديالت ماما. خليو لي في التعليقات ان الشكل اللي جا احسن. ممكن نتوما الا ما بغيتوش ديروا هذا النقاش هذا، ممكن ديروه باي طابع ديال الحلوه ديال التمر
كيكون ممكن طبعًا هاد العجينة ناجحة وكتجي زوينة بزاف كيف ما شكلتوها غادي تشكل معاكم. نوريكم مرة أخرى باش تاخدوا فكرة على الطريقة ديال النقش ديال هاد الحلوى مرة وجوج وندوزو للشكل الثاني إن شاء الله. صافي هنايا خليت ماما كتكمل الشكل ديالها اللي كتخدم هي دائما، وغادي ندوز إن شاء الله باش نوريكم الشكل اللي خدمته أنايا. إن شاء الله يعجبكم حتى هذا الاقتراح هذا وممكن ديروه حتى نتوما. ها هي كملت الكمية ديالتها ما شاء الله يديها خفيفة. غادي ندوزو للشكل الثاني مع ان الفيديو موضح نفسه غادي نحاول نشرح لكم باختصار. غادي ناخدو الكميه ديال العجينه غادي نطلقوها بين جوج ديال البلاستيكات هكذا غادي نتفاداو تلصق لنا العجين في سطح العمل. ناخدو التمر كيف ما كتشاهدوا نحطوه على الحرف ديال العجينه بحال هكذا وغادي نلفوه بالبلاستيك. طريقه سهله وبسيطه حتى المبتدئات ممكن يديروه بكل سهوله. غادي ندوروا العجينه كيف ما كتشوفوا وغادي نقطعوا الزائد ديال العجين بالسكين بحال هكذا وغادي نحاولوا نسدوا العجينه باطراف الاصابع هكذا باش نتفاداو انها ما تحلناش في الفران. وصافي حبيباتي غادي ناخذ السكين ونقطعو على هذا الشكل هذا. انا درت على هذا الشكل وكنبداو نزوقوه بالنقاش على هذه الطريقه. كتجي المنظر ديال هاد المعينات هذه زوينه بزاف بعد ما كطيب الحلوى. شخصيا كيعجبني هذا الشكل هذا. ممكن نتوما ديروا اي شكل بغيتو كيف ما قلت في بدايه الفيديو. ممكن تستعينوا بالقوالب اولا ديك الطبيعه ديال الحلوى ديال التمر وديروها حتى هي كتجي المنظر ديالها زوين. وهاد العجينه هذه راها ناجحه كنخدموا بها بزاف ديال الانواع ديال الحلويات منها الصابلي كتجي ناجحه 100%. غادي نقترح عليكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه العديد من الاشكال ديال الحلويات ان شاء الله. انا خديت واحد الكميه ديال العجين من هاد العجنه هذه اللي درت بها حلوه التمر باش نوريكم بها كيفاش كيجي الصابلي كيجي ما شاء الله زوين بزاف. طلقت العجينه وقطعتها الى دوائر لصقتهم بالكراميل اللي صاوبته في الدار وزوقتهم على هذا الشكل هذا. كنتمنى الاقتراح يعجبكم ونرجعوا للحلوه ديالتنا. صافي استمريت نقشت الكميه كلها ديال الحلوى اللي بقات ليا وستفتها في اللاطه وبديت كنطيب. دخلتها في الفران ديال الضو اللي كان مسخن من قبل. شعلت عليها من الفوق ومن التحت حتى كطيب الحلوى وكتاخذ لنا داك اللون مذهب. ما كنخليوهاش كتحمر بزاف باش ما تقصحش معنا الحلوى. صافي كنحطوها كتبرد على جنب. بالنسبه الى طيبتوها في الفرن ديال الغاز غادي نحطو اللاطه غادي نشعلو عليها من التحت تكون النار من التحت حتى كطيب لنا الحلوى ديالتنا وغادي نهبطوها حتى كتحمر شويه من الوجه ديالها وصافي هكذا كتكون الحلوى جاهزه. هنايا بعد ما طيبنا الكميه كلها ديال الحلوى كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيفاش داير مذهب ما كتكونش محمره بزاف. غادي ناخدوها ندوزوها في السكر كلاصي كيف ما كتشوفوا وهذا هو الشكل ديالها. كتجي غزاله ما شاء الله وداك التمر لداخل كيجي معلك وبنين بزاف ما تشبعوش منه ما شاء الله. صافي انا غادي نستمر نفند الحلوى ديالتي كلها. بالنسبه للشكل الثاني اللي خدمته انايا ما غاديش نفندها هكذا في السكر. غادي تشوفوا كيفاش درت لها باش كيبقى داك اللون ديال التمر في الجوانب كيبقى يبان زوين. هنايا كنوريكم ان النقشات اللي درنا بقاو كيف ما هما كيف ما درناهم كيف ما بقاو يعني ما تغيروش مع اننا مستعملين هنايا الخميره عفوا ديال الحلويات ولكن ان الشكل بقى هو. بالنسبة إلى درنا كمية كبيرة ما شاء الله ديال الحلوى بحال هادي أو سائر الحلويات فمن الأفضل نديروها في واحد البواطة كتكون محكمة الإغلاق كنفرشوا لها بلاستيك غذائي وكنغطيوها كذلك من الفوق ببلاستيك غذائي عاد كنغلقوا البواطة وكنحطوها في شي مكان يكون بارد وجاف. إلا كان الحال سخون بحال مثلا شهر 7 ولا شهر 8 فمن الأفضل أننا نحتفظوا بالحلويات ديالنا في الثلاجة ما كيخسر لها حاجة. الى هنا جينا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا حتى نتوما هاد الوصفه هادي. انا اكيده انها غادي تعجبكم غتكون لي معتمده عندكم ان شاء الله. كنتمنى تدعمونا بلايك للفيديو واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم جديد الفيديوهات. فرجه ممتعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.